يا اهلا يا اهلا اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الوعي الاخر، والنهارده هنكمل كلام على موضوع الديتنج اب وعلى فكره ازاي اختار شريك حياه مناسب. يعني بس على طول طق في بالي المثل بتاع، يعني حصل موقف ان انا كنت سالت جوزي، قلت له هو انت بيجي لك اد ريكويست يعني من بنات وكده؟ فقال لي ريسنتلي كام اسبوع اللي فاتوا بيجي لي اد ريكويست كتير من بنات. فاهمه، يعني انا مستوعبه، عادي عادي. انا كمان بعمل كده ساعات لما بشوف حد بيتكلم ادخل اشوف هو متجوز مين، هي مصاحبه مين، اتخطبت لمين. ان شاء الله هبقى احط لكم حته في الكورس كده اللي هو ال هاو تو انالايز ستوكينج، وازاي نعمل ستوكينج اصلا. يعني مش لازم نبعت له اد ريكوست، احنا ممكن نبص بس. كنت مستغربه جدا من الفكره انه especially ان كان في ناس كومن ما بيني وما بينه، يعني ناس عاملين لي اد ونفس البنات عاملين له اد. فيعني خمنت ان هم عارفينه من عندي، فراحت تبص عليه. هو مش بيقدم كونتنت، يعني هو جوزي بيعمل حاجات تخص شغله وبيعمل حاجات استخداماته مختلفه. فاستغربت الفكره ان هو فعلا بقى نط في دماغي المثل بتاع لو بختي في حجر اختي اخده واجري. يعني ليه من قله الحاجات يعني ليه بنروح عند الحاجه اللي اوريدي متاخده؟ يعني ليه واحد يبقى في حاجه اسمها على فكره ويدنج رينج سيندروم؟ يعني واحد او واحده، بس موستلي في البنات، يعني اما تشوف راجل حاطط دبله تحس انه ايه ده ريسبونسبل وده يعتمد عليه وده هيبقى جود هازبند ماتيريال، وراجل بيشيل مسؤوليه وعنده فكره الارتباط يعني شغاله وكده. فيلا نروح ننط عليه. طب انا هنط عليه ليه؟ ما هو اوريدي اوكيوبايد، يعني انا ليه بروح له بقى؟ عشان بقى احنا بنشوف حته من الصوره وبنكمل عليها سيناريو من دماغنا. زي ما قلت كده، يعني انا عشان شفته متجوز اي اسيومد من دماغي ان الراجل ده عنده فكره الالتزام عاليه، فكره الاحساس بالمسؤوليه عاليه، ان هو فاميلي مان، بياخد باله من عيلته ومن اهله ومن ولاده وكده. وبرده بنشوفها كتير قوي لو مثلا في النادي الراجل دايما اللي بيودي ولاده التمرين هو اللي بيحلو في عين الستات. هو بيودي العيال التمرين، فمعناها فادر فيجر بقى فظيع وكده، فيحلو في عين الستات وتروح ترمي الشبك عليه. في نقطة مهمة قوي، سيبكوا بقى اصل يعني من فكرة البرو كود، وعيب يعني ما يصحش، والله ما يصح. انا عارفة ان اخلاقياتنا مختلفة والفاليوز اللي بنتعامل بيها مختلفة، بس عيب 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 يبقى في واحد مرتبط وانا اروح ارمي الهلب عليه. ومقتنعة انه في ناس شايفة انه اتس اوكي نعدد 2 و3، بس بالنسبة لي انا اخلاقيا حاساها مش حاجة كويسة بصراحة خالص. بس anyhow بدأت استوعب الفكرة انه في ناس كتير confused ما بين الريليشن شيب جولز والبارتنر نفسه، الصفات بتاعته. يعني ايه؟ يعني هما بيعجبهم منظر عام، انه وبنشوفها كتير قوي في المشاهير، يعني الله الكابل ده لذيذ، انا عايزه واحد زيه. لا، انت مش عايزه واحد زيه، ولا انت عايز واحد زي واحده زيها. انتوا عايزين الريليشن شيب جولز دي ان يبقى في اللقطه اللي انتوا شايفينها، اللي هو لقطه ان هما منسجمين مع بعض، شكلهم بيحترم بعض، شكلهم مقدرين بعض، شكلهم عارفين يتعاونوا، يتفاهموا، بيتكلموا، بيحبوا بعض. دي اسمها ريليشن شيب جولز، انه انا عايزه منها. بس لو شيلنا الست دي من المعادله او الراجل ده من المعادله وحطينا نفسنا مكانهم، مش بالضروره المعادله تطلع زيها زي ما كنت شايفاها من وانا بره. لانه في حاجه لذيذه قوي بتقول the map is not the territory. يعني ايه؟ احنا بنبقى ماشيين بالجي بي اس على جوجل مابس، بيقول لك ادخل يمين ادخل شمال، بس مش بيقول لك ان ده في كشك ورد، ان في مطب، ان في ده الماب، الصوره اللي بره، الريليشن شيب جول اللي بره دي صوره عامه جدا. اما تيجي انت بقى تمشي في السكه دي وفي الطريق ده، مش بالضروره خالص تبقى زي ما انت شايفها من بره. ممكن تلاقي مطبات، ممكن تلاقي انه في عقبات، ممكن تلاقي انه الست مثلا بتتنازل كتير عشان الراجل يبقى قادر يبروفايد، بتتنازل عن وقت، بتتنازل عن طلبات ماديه عشان تحافظ على شكل العلاقه بالطريقه دي. بس انت اللي شايفه من بره وانت قاعد كده، يعني برضه هديكم مثال على نفسي. يعني معظم الناس تقول انت وجوزك في بينكم تفاهم عالي وبتحبوا بعض ومقدرين بعض، اوكي ماشي، يعني ما بنكرش ده، بس ده مش كل الحياه. دي الحته اللي انتوا بتشوفوها، اللي احنا متصورين في حضن بعض، بس مش بتشوفوا ان احنا بنعمل ايه ورا الكواليس. هل احنا منسجمين جدا كده؟ هل احنا كل افكارنا منسجمه مع بعض بالطريقه دي؟ هل كل طول الوقت مثلا انا ببقى قادره اسمعه او هو بيبقى قادر يراعي مشاعري؟ هل طول الوقت احنا كده؟
ففي ماب اللي هي الصوره العامه اللي احنا دماغنا بتكملها بقى، بتكمل التصورات. هم اكيد ان هارموني، هم اكيد ما اعرفش ايه، هم اكيد عيشتهم زي الفل، هم اكيد ما ده خيال في دماغك. عشان كده مثلا من كام يوم باين اما في كابل مشاهير ريمو بربري اتطلقوا، الناس اتصدمت. يا جماعه دي الماب اللي احنا شايفينها، دي صوره بره، انت مش شايف اللي بيحصل جوه، مش شايف اللي بيحصل في نفسيات البني ادمين. فلما تيجي انت بقى ترمي الهلب على جوز صاحبتك وتشيز قله ادب يعني، او ترمي الشبك على واحد انت شايفه ان هو علاقته بمراته كويسه وعايزه منه، فانت تشتري سمك في ميه. يا عبيطه يا عبيطه بجد انت بتشتري سمك في ميه، لان انت متخيله ان انت لما تتحطي في المعادله هتطلع نفس النتيجه. لا خالص خالص. ونفس القصه الراجل ممكن يشوف واحده يقول لك انا عايز واحده زي دي بالظبط، ولما يروح يرتبط بدي بالظبط، والا كان اي حد فينا لاقى على اي حد. there is no one size fits all، مفيش حاجه مناسبه لينا كلنا كلنا كلنا. ايوه شيماء فعلا كل واحد بيكمل الصوره بالحته اللي ناقصه في حياته يعني. عايزين نفرق بين ريليشن شيب جولز. انا عايزه حد يبقى فيه تفاهم ما بيننا وود وانسجام وما اعرفش ايه، بس في كمان انه انا مين بقى هختار مين اللي يحصل ما بيننا ده. لانه في ناس بقى ما تيجي تختار شريك الحياه دي حاجه فقع مراره، بس بجد والله العظيم فقع مراره. بس بيجوا يختاروا ازاي بقى؟ راجل مثلا بص يبقى واكل مال اليتيم، والله العظيم يعني، ومقفوش ريد هاندد كده بالجريمه، ويقول لك انا عايزه واحده متدينه تعرف ربنا. ليه يا ابني؟ ليه ده انت مش حافظ الشهادتين، عايزه متدينه ليه؟ هو حافظ مش فاهم. انا عايز دي، طب دي لايقه عليك اصلا؟ لا مش لايقه عليا. انا عايزه عشان انا ابقى زيها. حبيبي ما انت برضو مش فاهم ان انت لما تتجوز واحده بالطريقه دي مش شبهك بالطريقه دي، فاليوز كبيره مختلفه بالشكل ده، هيحصل كونفليكت. يا اما طول الوقت انت هتبقى حاسس ان انت مش على طبيعتك، يا اما طول الوقت هتحس بصراع ان انا قليل قدام الحاجه الكبيره قوي اللي انا نفسي اكون عليها دي. نفس القصه يعني، واحده تقول لك انا عايزه واحد جيم ورياضي، هي اصلا يعني بجد بتطلب اوبر سكوتر عشان تروح تجيب ميه. طب انت عايزاه جيم ورياضي وعضلات وفتنس وكل الكلام ده وانت مش كده يعني. طب استفدنا ايه؟ هو مفيش ايديال يعني، مفيش حاجه. مره زمان كده زمان حضرت ورك شوب، كانت يوم لواحد كان بيقول لنا ازاي نختار شريك الحياه زمان قوي. اقسم بالله العظيم جاب ورقه، قال لنا ورقه وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل، يكون متدين وبيراعي ربنا. يا عم افرض انا ملحده، افرض اختاره متدين ليه؟ يكون بينفق. طب افرض انه في رجاله كتير وستات كتير تقول لك انا مش عايزه ولا واحد يصرف عليا ولا حد يقول لي حطي في البيت ولا اي كلام من ده، انا عايزه واحد نبقى فيه هارموني ما بيننا، مش مهم فلوس اخر حاجه بفكر فيها. طب ليه انا لازم اختار واحد هينفق عليا يعني؟ مفيش ورقه وقلم واكتبي ورايا. في انا ابقى عارف احتياجاتي ايه، عارف ايه اللي لايق عليا. ما ممكن اكون انا محتاج حد مثلا يكون بيحتوي وبيطبطب، وانا شخص برامي بحب اقعد لوحدي، يبقى في حاجه غلط. يبقى عايز صوره، انا عايز صوره، بس الصوره دي مش هتملى الجاب اللي جوايا. فمحتاج اللي اختاره يبقى فعلا هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي انا محتاجه في حياتي، هو ده اللي عشان كده بنقول الشريك المناسب. والشريك مناسب في ايه؟ ما هي دي برضو كلها حاجات صغننه احنا بنحتاج نقف فيها. انه شريك يعني لانه في برضه كونسبشن، يعني كونسبت كده بتقول ايه؟ ان انا عايزه واحد يعمل معايا كل حاجه في الدنيا. ما هو ده مش شريك حياه. طب ما يجي يعيش بدالك بقى لو هو يعمل معاك كل حاجه في الدنيا وانت نفس القصه. لو واحد بيقول لك احنا عايزين نعمل كل حاجه مع بعض واتس نوت يور كاركتر، فتقولي هو كده شريك حياتي واحنا لازم نروح مع بعض فين ونعمل ايه نسوي، وفي الاخر بتتفاجئي انا ده مش انا اصلا. ففكره بقى بختي في حجر اختي اخده واجري، لا ده وهم في دماغك، ان لو انت حتى خدتي بختها ده انه بختها هيليق عليكي، ده وهم يعني. فيا جماعه من الاخر عشان الموضوع اصلا مستفز قوي، اللي هو يا رب ربنا يرزقني بواحد زي جوزك. يا حبيبتي انت لو خدتي زي جوزي ما انت مش انا، والله ما هتكملي معاه اسبوعين. مش عشان جوزي وحش خالص، عشان انت مش انا. انت افكار جوزي، دماغ جوزي، طباع جوزي مش لايق عليكي. يعني اقول ان انا عايزه انا شخصيا يعني لما كنت عايزه اتجوز، كنت عندي اختي ربنا يحفظها هي وجوزها يعني، كنت دايما اقول لها انا عايزه ريليشن شيب بيني وبين جوزي تبقى زيك انت وجوزك كده، اللي هي في بينهم تفاهم وهارموني وفي بينهم هزار وفن وفي بينهم جود فريندشيب. بس مش عايزه جوزها. انا لو خدت جوزها يوم تاني يوم هنبقى قاتلين بعض، لان ولا انا ولا هو لايقين على بعض. فاهمين الفكره يعني؟ بس فكل واحد يعني يختار المناسب ليه،
وحتى لو شفت حاجه حلوه نعمل بقى ورك شوب على الموضوع دي. قلت لكم هنعمل ديتنج اب، بس فكره ازاي اختار المناسب ليا. ما لازم اعرف حاجات عني واعرف حاجات مش عني في وهمي ان انا عايزه حد خطير وفظيع وما حصلش، وانا اصلا لو خدت واحد زي ده هتخض، هحس انه كتير عليا مش عارفه اتعامل. ونفس القصه واحد يقول لك انا عايز واحده فائقه الجمال، وانت لو خدت فائقه الجمال دي هتقفل عليها البيت عشان انت ما عندكش ثقه بجنيه في نفسك، بجنيه مش واثق في نفسك. هتحس ان هي لو خرجت ممكن اي حد تاني يلفت نظرها وتسيبك وتمشي. ف خلاصه القول يعني كل واحد فينا يختار اللي على قده، اللي مناسب ليه. وفكره لا احكي لكم الحكايه دي اعرف يعني صديق ليا كان عايز واحد هيتجوز واحده ان هي زي ما بيقولوا خام، يعني ان هي ولا تعرف الالف من كوز الذره، وهو اللي فتح لها عينيها وكلام من ده. وبعد كده اتعرف على واحده وكانت عاجباه في كل حاجه، بس هي كانت بتدخن. فقلت له صوت يعني ما تدخن يعني، فقعد يقول لي لا تدخن وبكره تشرب يعني مخدرات ويد وحشيش وكلام من ده. فقلت له حبيبي انت بتصطبح، انت كل يوم كل يوم يقول لي لا ما دي حاجه انا هغيرها في نفسي. ازاي يعني؟ طب ما تغيرها وبعدين تختار واحده شبهك، طب ما تغيروها مع بعض. ساعات الناس بتختار حد على اعتبار ما سيكون، انا نفسي ابقى ده فهجيب حد يعيش معايا هو المثال اللي في دماغي. لا ما انت مش هتبقى ده بجد. لو التغيير ما جاش من جواك انت هتبقى قاعد شايف خيبتك قدامك، الحاجه اللي انا نفسي اروح لها ومش عارفه اروح لها. زي اللي عايز واحده متدينه، قاعد طول الوقت وانت مالكش بقى في تدين خالص، قاعد طول الوقت شايف خيبتك قدامك، حد يفكرك طول الوقت قد ايه انت قليل وقد ايه انت مالكش لازمه وكل الكلام ده. ف خلينا او مهم اعملوا بليز شير لصاحباتكم واصحابكم اللي بيقعدوا ينطوا على جوازات بعض واصحاب بعض، واللي هي تبقى عينيها من صاحب جوز يعني جوز صاحبتها والقرف ده. يعني بليز اعملوا شير للناس دي. ومحتاجين قبل ما نختار نعرف احنا مين عشان نعرف نختار حد مناسب لينا. كيب تيوند، وان شاء الله نعلن عن الورك شوب قريبا. بس لو حد عنده اي كومنت او حاجه يسيبها لي، يمكن تبقى موضوع عن الحلقه القادمه. يومكم جميل.